والرسول عليه افضل الصلاه والسلام على دماغي طبعا ان هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي يا استاذ يا محترم، يلي بتجادلها وبتعلمها حاجه تنشرها للناس، واصلا الناس يعني عندها، مش هقول لك 50% دين، لا يعني يمكن يكون 20%، وده علم يعني سبحان الله وقدراته هدايه من عند رب العالمين، مش هتكلم فيها. بس كونك تطلعها للناس وتبين للناس ان هي مفلسه حتى في علم ابسط الامور عن دينها وعن رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، لكل واحد في الامه بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او اشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله، تطلعها ان هي مش فاهمه الرسول بيشتغل ايه بالظبط، مين اللي قال له اقرا وازاي وكان متعلم، ما تخترعوش حاجات مش موجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر أمي، ربنا لما خلاه تاجر بميعاد وزمان وتوقيت، وكان يعني الصادق الأمين، كان اللي بيغشش، كان اللي ما بيخدعش، كان اللي ما بيكيلش بمكيالين، كان اللي ما بيظلمش، بيعلم الناس يبقوا ازاي عندهم أمانة وصدق. ما كانش قال له انت تاجر لمجرد ان انت تبقى شاطر وفهلوي. صلى الله عليه وسلم، انا بكلمكم بالعاميه عشان تفهموني يا صغار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي من سيدنا جبريل كان عمره 40 سنه، كان قاعد في غار حراء. في الوقت ده كان قاعد بيستجم بالبلدي، يعني كان قاعد بعيد عن ضوضاء مكه. فقال لك ايه، اقعد شويه كده الا يسمع وحي نازل عليه بيقول له اقرا. فقال له انا ما بقراش وما بكتبش، فيما معناه. رجع قال له اقرا، بيأكد عليه. قال له انا ما بقراش. قال له اقرا. قال له انا ما بقراش وما بكتبش. قال له اقرا باسم ربك الذي خلق. وهنا امره انه ينزل للناس باهميه اولا العلم وانتشار الدين الاسلامي، ومن هنا نزلت الرساله، ويا رب تكون الرساله وصلت. السلام عليكم.